أنا متجوزة بقالي 10 أيام بس، ولسه في أول جوازي. حماتي وسلفتي وعيالها جم يزورونا، وأنا وقتها كنت تعبانة جدا ومقدرتش أعمل غير جاتوه وعصير وبيبسي وحاجات بسيطة للأطفال. بعدها بيومين ماما جت عندي فحضرت غدا محترم وقعدوا معايا طول اليوم. ولما مشيوا بالليل جوزي زعل وقال لي انتي بتستقبلي أهلك أحسن من أهلي. حاولت أشرح له إن ده مش قصد، وإنه كان عارف إني كنت تعبانة وقت زيارة أهله، بس ما سمعنيش وبدأ يتخانق معايا. وفجأة ضربني جامد لدرجة إن شفايفي ورمت وأسناني الأمامية وقعت. قعدت مش عارفة أعمل إيه، كنت محرجة ومش قادرة أروح لأهلي عشان لسه عروسة ومش عايزة أزعلهم ولا أحرج نفسي. قلت أكلم حماتي يمكن تفهمني أو تهديه. أول ما جت وشافتني قالت له بمنتهى البرود: ما هو حقه يضربك لما تغلطي. قلت لها يعني ترضي بيها على بنتك؟ ردت قالت بنتي محدش يقدر يعمل فيها كده، دي بنت ناس ومؤدبة. ولسه بكلمها لقيت جوزي دخل وضربني بالقلم قدامها من غير ما تقول حتى كلمة، وأكنها فرحانة باللي ابنها عمله فيا. اللي حصل بعد كده إني رحت بيتنا. ابن خالتي محامي عمل لي تقرير محترم وعمل فيه محضر ضرب محتاج علاج أكتر من 21 يوم. دلوقتي هو وأمه عمالين يتحايلوا عليا عشان أتنازل، وحرفيا أنا اللي زلاهم. ابتدوا يتصلوا عليا. حماتي اللي كانت واقفة قدامي من يومين رفع راسها ومش فارق معاها اللي حصل، بقت بتكلم ماما وتقول إحنا مهما كان بينا عيش وملح ومش عايزين البت تتبهدل، وده لسه عريف جديد يمكن اتعصب وهو نفسه ندم وعايز بس فرصة. وأنا لقيت نفسي لأول مرة في حياتي اللي ماسكة الكلمة. أول مرة أحس إنهم بيجروا ورا رضايا بعد ما كانوا فاكريني سهلة بخاف واسكت. جوزي نفسه اللي من يومين رفع إيده عليا من غير ما يرم رمش بقى يبعت لي رسايل طويلة عريضة: أنا آسف، سامحيني، هتغير، هعمل أي حاجة. حتى جاب ناس من طرفه يقولوا إنه اتعصب وإني لسه عروسة ومش فاهمة طبعه، كأن ده مبرر. المهم اجتمعنا كلنا، أهلي قاعدين محترمين وابن خالتي المحامي حاطط الورق قدامه، وجوزي وحماتي قاعدين قصادنا زي التلاميذ اللي مستنيين نتيجتهم. حماتي قالت بنبرة ود غصب عنها: احنا مستعدين نرضيها بأي حاجة، المهم تتنازل. وجوزي ماشي ورا الكلام بعينيه بيبصلي كأنه بيغرق وعايزني أمدله إيدي. قبل ما افتح بقي ابن خالتي قال لهم: الموضوع مش تنازل بس، الموضوع ليه شروط، ولو مش هتحترموا بنتنا من النهارده التنازل مش هيحصل. وانا قعدت ابص حواليا واقول في سري: بقى اللي ضربني النهارده بيتوسل، وفعلا سامحته ودي كانت اخر فرصة لي.